سحب الاعتراف بالنظام السوري والاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي السوري 28/10/2011. وهذه القضية قضية لن نتنازل عنها، ونبارك لهم اعتراف الأغلبية في مجلس الأمة بالمجلس الوطني الانتقالي السوري الحر. ثانيا، يجب أن تبتدأ حملة تبرعات في المدارس وفي وسائل الإعلام للشعب السوري الحر. لا يمكن أن نظل صامتين على هذه المجازر ولا أحد يتبرع. ثالثا، يجب على وزارة الأوقاف أن تبتدئ الآن بأمر بصلوات القنوت والدعاء نصرة للمسلمين المستضعفين في سوريا. هذه المطالب مطالب لن نتراجع عنها، ونحمل وزير الخارجية مسؤولية استمرار الاعتراف بالنظام القاتل. هذه مطالب المجتمعين من نواب وحضور وقوى سياسية. يوم الجمعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 28/10/2011. كلمة جمعان الحربش.